السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الهدف الرابع لصالح النادي الاهلي ضد فريق استاد ابيجان في دوري ابطال افريقيا لعام 2024-2025. هنلاحظ ان بداية الهدف هنا عند اللاعب اكرم توفيق مع الكرة، وهيلعبها امامية الى اللاعب طاهر محمد طاهر ليستلمها، ثم يقوم بمراوغة لاعب استاد ابيجان والاتجاه ناحية اليمين. ونلاحظ هنا خالد عبد الفتاح ينطلق من ناحية اليمين، ثم يقوم اللاعب طاهر محمد طاهر باللعب في المساحة الخالية لخالد عبد الفتاح، والذي انطلق باستلام الكرة، وبالفعل استلمها اللاعب خالد عبد الفتاح من ناحية اليمين، ثم ينطلق اللاعب خالد عبد الفتاح من ناحية اليمين بالكرة، ما زال ينطلق بالكرة، ثم يقوم بلعبها عرضية. في اللحظة دي هنلاحظ إن اللاعب محمود كهربا معاه لاعب استاد أبيجان، ولكن الكرة تخطأ منه. كان عايز يلعبها برأسه ولكنها تمر من أمامه لتصل إلى اللاعب محمود كهربا، والذي يلعبها مباشرة باتجاه المرمى ليحرز الهدف الرابع لصالح النادي الأهلي ضد فريق استاد أبيجان في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025. والجدير بالذكر أن هذا الهدف هو الهدف الثاني لمحمود كهربا في هذه المباراة. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من تحليل أهداف المباريات القادمة، وشكرا لكم.